بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اليوم التقينا باثنان من رحالة العرب. الرحال العماني المشهور العالمي حارة الشرق، وأيضا أخونا ورحالة الحجاز ونجد والتهائم والعالم العربي هو الشيخ ركان المقبل السبيعي طبعا، وهذا استاذنا ومعلمنا في الرحلة. نتعلم منك، نتعلم منك. جزاك الله. في حارة كيف جاءتك الفكرة لكي في اليمن مثلا، ويعني ما اللي شجعك على هذه الفكرة يعني، وخاصة كان في وقت صعب في اليمن كان؟ نعم، طبعا أنا فكرة السفر إلى اليمن كانت فكرة قديمة، تقريبا من سنة 2015 16 وأنا أفكر بزيارة اليمن. بعد ما شفت ان في صلح كان لما انا رحت في اليمن، كان في هدنه. نعم، كانت في هدنه وكانت الامور متاحه للتنقل. في شهر كم الهدنه تقريبا؟ في شهر الهدنه كانت قبل ان انا اروح. انا في الزياره الاولى طبعا انا طلعت من عمان برا، اتجهت إلى المهرة مرورا بحضرموت ومأرب ودخلت صنعاء. كان هدفي من هذا الرحلة زيارة صنعاء، كانت بالنسبة لي حلم إني أصل إلى مدينة صنعاء. الحمد لله الرحلة الأولى كانت رحلة مثالية جدا، حققت جميع أهدافها وهي زيارة العاصمة صنعاء، وزرت أماكن أيضا أخرى في الشمال اليمني. زرت أيضا في حضرموت بعض الأماكن أثناء مرور. في شهر كم بداية هذه كانت في نهاية شهر 5 عام 2000، أيوة في 2023. أيوة، وامتدت إلى بداية شهر 6. أيوة. الرحلة الثانية كانت في شهر 7. الآن الكاتب الدكتور أيمن مرحوم كتابين يسمعون. تفضل يا أستاذنا ورحالتنا. نعم، العماني. جزاك الله خير. طبعا الرحلة الثانية إلى اليمن كانت في شهر 7 أثناء موسم الخريف. ذهبت إلى ظفار ودخلت إلى محافظة المهرة. كانت الزيارة مخصصة فقط لمحافظة المهرة. أيوة. وصولا إلى الغيضة وبعض الأماكن القريبة منها. والرحلة الثالثة اللي صارت فيها الحادثة طبعا اللي تعرفونها. أيوة. وهذه كانت بالمختصر يعني رحلتي. ما شاء الله. طبعا رحلات الرحال العماني الشهير حارة الشرقي لا توصف ولا تدون ولا نستطيع أن ندونها في كتب، إلا أنه أتانا بالمختصر وجزاه الله خير. وطبعا أنا نفس الشيء أعتقد أن قبلك رحلنا إلى اليمن في أيام الحرب، ولله الفضل يعني كانت النية الإصلاح بين الجنوب والشمال، وسبحان الله على النية تابعنا أخونا حارث وكانت جهوده أكبر من جهودنا، ولله الفضل يعني. الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.